دايما بتسمع لا مانجو لو فيدو، ونفسك تعرف ايه هو الفرق بين لو ولا ولي وليه، ونفسك تستخدمهم بطريقة صحيحة. النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده اوضح لك الفرق بين الاتنين. انا عمر مجدي ودي اكاديمية عمر ايتاليكا. يلا بينا. النهاردة ان شاء الله هنشرح الفرق بين i pronomi diretti و i pronomi indiretti. ما تعودنا دايما بنعرف معاني الكلمات علشان نفهم المغزى أو الهدف من القاعدة. أول حاجة يعني إيه برونومي؟ برونومي لو جينا قسمناها عندنا كلمة برا بدل نومي الاسم، يعني ترجمة حرفية بدل الاسم. يعني إيه يا عمر بدل الاسم؟ أنا مش فاهم. خليني أقول لك مثال وأنت هتفهم إن شاء الله. أنا باكل البيتزا، ممكن أقول لك أنا باكلها. الهاء اللي في الآخر ديت اسمها هاء تعويضية، فأنا بدلت كلمة البيتزا، بدلت الاسم دوت بضمير معين، فده شرح البرونومي. بدل الاسم هو ضمير تعويضي بستخدمه. طيب أنا بستخدم الضمائر ديت ليه؟ فكر معايا. لو أنا قعدت أقول أنا باكل البيتزا، أنا بحب البيتزا، أنا كل يوم باكل بيتزا، ولا أحسن أقول أنا بحب البيتزا، أنا باكلها كل يوم، أنا بحبها. هنا أنا استخدمت الضمائر ديت علشان أتجنب تكرار الكلام، فده هو الهدف من استخدام الضمائر التعويضية. بستخدمها تجنبا لتكرار الكلام وتعويض اسم معين بدل الاسم، فده معنى برونومي. احنا النهارده ان شاء الله هناخد نوعين من اي برونومي، عندنا اي برونومي ديريتي واي برونومي انديريتي. قبل ما اشرح اي حاجه لازم نعرف ان احنا شكل الجمله عندنا في اللغه الايطاليه عندنا سوجيتو، فيربو وكومبليمنتو. اي نوع من الكومبليمنتو؟ سوجيتو هو بيكون الفاعل، الفيربو الفاعل، الكومبليمنتو اللي هو المفعول به. علشان تكون عارف شكل الجمله، ده شكل الجمله اللي بيكون طبيعي اللي في الغالب بنستخدمه في اللغة الإيطالية. لازم نكون عارفين بس شكل الجملة عامل إزاي. عندنا حاجة اسمها i pronomi diretti و i pronomi indiretti. طيب يا عمر، خلينا الأول نعرف إيه هما الاتنين دول. i pronomi diretti mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. i pronomi indiretti mi, ti, le, li, ci, vi, li. طبعا انت لو لاحظت ان كلهم شبه بعض الا الحاجات اللي في حاله المفرد سواء مذكر او مؤنث وحاله الجمع. النهارده ان شاء الله احنا هنشتغل عليهم وهنعرف ايه هو الفرق الجوهري في استخدام i pronomi diretti او i pronomi indiretti. فيلا بينا، خلينا الاول نبدا ب i pronomi diretti. زي ما عملنا برونومي عرفنا ان هو بدل الاسم ضمير تعويضي. يعني ايه حاجه ديريتا؟ يعني حاجه مباشره. البرونومي ديريتو هو ضمير المفعول به المباشر. يعني ايه برضه يا عمر؟ يعني حاجة مباشرة. خلينا واقفين هنا. أنا عندي الجملة سوجيتو، فيربو وكومبليمنتو اللي هو مفعول به. لو أنا عايز أبدل الكومبليمنتو دوت بشيله وبحط البرونومي اللي هو الضمير اللي هنستخدمه. في حالة البرونومي ديريتو بنستخدم كومبليمنتو ديريتو برضه. الاتنين مباشرين. طيب هو يعني ايه اصلا برونومي ديريتو وامتى استخدمه؟ نستخدم البرونومي ديريتو في حالة وجود مفعول به مباشر، كومبليمنتو ديريتو. مفعول به مباشر يعني ايه؟ يعني الفعل وقع مباشرة على المفعول به. بشكل ابسط، انا باكل البيتزا، فعل الاكل وقع مباشرة على البيتزا، مش محتاج وسيط او مش موجه لحد. ركز قوي في الكلمة ديت. فانا Io mangio la pizza. Io la mangio. mangio la pizza فعل الأكل وقع على البيتزا. خلينا نقول مثال كمان. Io leggo il libro. فعل القراءة هل محتاج وساطة معينة عشان يقع على الكتاب؟ لا. Io leggo direttamente بشكل مباشر الكتاب. فأنا لما أجي أعوض هنا هستخدم برونومي ديريتو. هستخدم إيه؟ إحنا leggo il libro مفرد مذكر بحط اللو. دايما بنحط الضمير قبل الفعل. اي حاجه بعد كده هناخدها ان شاء الله في الحصه الثانيه، بس انا هنا عايز افهمكم الفرق الجوهري
بين الديريتو والانديريتو، فهقول io lo leggo. احنا عندنا لو مذكر مفرد، لا مؤنث مفرد، لي مذكر جمع، ليه مؤنث جمع. بشكل بسيط خالص البرونومي ديريتو بنحطه في حالة وجود مفعول به مباشر، كومبليمنتو ديريتو. يعني ايه مفعول به مباشر؟ يعني الفعل بيقع بشكل مباشر على المفعول به. انا عارف الكلام هيبان صعب شوية، بس لازم تفهم الفرق دوت بشكل جوهري وتستخدمه. خلينا نقول اخر مثال: io studio l'italiano. io studio l'italiano، فعل المذاكرة وقع بشكل مباشر على اللغة الإيطالية، فأنا هنا هستخدم مفعول به مباشر لأن هنا في كومبليمنتو ديريتو، فهقول io lo studio. اوكي، احنا كده عرفنا ليه بنستخدم البرونومي ديريتو وامتى نستخدمه، وعرفنا تقسيمة الجملة الصحيحة. طيب i pronomi indiretti. diretto indiretto. indiretto يعني حاجة غير مباشرة. بيقول لك i pronomi indiretti بنستخدمها في حالة وجود مفعول به اسمه complemento di termine. طب يعني ايه يا عمر complemento di termine؟ complemento di termine، خلينا الأول نبص للكلمة termine، يعني حاجة بينتهي عندها حدث معين، يبقى termine النهاية. فبشكل بسيط جدا الشخص أو الحاجة اللي بينتهي عندها الحدث. يعني انت يا عمر قصدك ان الكومبليمنتو ديريتو هو الشخص او الحاجة اللي بيقع عليها الفعل مباشرة، لكن الكومبليمنتو دي تيرميني الشخص او الحاجة اللي بينتهي عندها الحدث. علشان كده ممكن تسمع يقولك لو عايز تعرف ايه هو البرونومي ديريتو استخدم كي او كوزا، او i pronomi indiretti استخدم a chi oppure che cosa. طبعا ده بيساعدك، بس الافضل انك تعرف اصلا معنى المصطلح علشان تفهم القاعده كويس. فبما ان هو الفعل بيكون ينتهي عند شخص معين، يبقى الفعل دوت مش رايح بشكل مباشر على المفعول به. خلينا نقول مثال وهنوضح الكلام ده. io telefono a mio padre. انا اتصل بوالدي. هل هنا فعل الاتصال وقع بشكل مباشر على والدي؟ يعني أنا أتصل والدي؟ لا، أنا في العربي بحتاج أستخدم حرف جر علشان أوجه الفعل دوت لوالدي. ففعل التوجيه احتاج مني في العربي حرف جر. نفس الفكرة في اللغة الإيطالية، أنا بقول io telefono a mio padre. فعل الاتصال ما وقعش ديريتامنتي على والدي، بل بالعكس أنا احتجت لاستخدام حرف جر لتوصيل أو إن المعنى بتاع الفعل يوصل لشخص معين. فبالتالي نهاية الحدث هنا أو الفعل نهايته عند شخص معين، فبالتالي هو complemento di termine. فبقول io telefono a mio padre. نفهمها بشكل تاني، أقول a chi io telefono a mio padre. فأنا هنا بستخدم pronome indiretto. طب ليه بستخدم pronome indiretto؟ علشان أنا احتجت وساطة، احتجت توجيه الفعل باستخدام وساطة معينة ألا وهي حرف الجر، فقلت a mio padre. خلينا نقول جملة كمان: io scrivo a Maria. أنا بكتب لي ماريا. هل أنا قلت أنا بكتب ماريا؟ الجملة ملهاش معنى. علشان المعنى أو فعل الكتابة يوصل بطريقة صحيحة احتاجنا وساطة معينة، فاستخدمنا حرف الجر لام. نفس الفكرة في اللغة الإيطالية: io scrivo a Maria. فإحنا استخدمنا الآ لأن فعل الكتابة ما راحش بشكل مباشر لماريا، فإحنا استخدمنا حرف الجر آ علشان المعنى بتاع الكتابة يوصل لماريا، فكان هنا في وساطة. فلما أجي أحولها هقول لا سكريفو. هنا الاختلاف بقى، نستخدم لي مع المفرد المذكر ومع المفرد المؤنث لا، وفي حالة الجمع بيكونوا الاثنين لي، عكس البرونومي ديريتو اللي بيكون لو لا لي لا. اوكي، بس انا اهم حاجة عندي النهارده تفهم الفرق الجوهري دوت. io rispondo a mia sorella. انا برد على اختي.
هل هنا فعل الرد كان ينفع أقوله أنا رد أختي؟ لا، احتاج وساطة معينة، والوساطة هنا كانت حرف الجر io rispondo a mia sorella. فالفرق الجوهري أنا باجي أحولها أقول io le rispondo لأنها هي مفرد مؤنث. دلوقتي الحاجات دي هتكون فيها حاجات حفظ، بس أنا أهم حاجة عندي تعرف الفرق الجوهري دوت. تعرف إن البرونومي ديريتو الفعل بيقع بشكل مباشر على المفعول به، إن أصل المفعول به بيكون كومبليمنتو ديريتو، مش بيحتاج منك إنك تحط وساطة أو توجيه لإرسال معنى الفعل. فبتقول إيو leggo il libro، أنا بقرأ الكتاب، مش محتاج وساطة لتوصيل المعنى بتاع الفعل. عكس البرونومي indiretto، أنت بيكون عندك مفعول به كومبليمنتو دي تيرميني، فالفعل هنا علشان تقدر توصله تحتاج لوساطة معينة ألا وهي حرف الجر. واحنا قلنا complemento di termine الشخص أو الحاجة اللي بينتهي عندها الفعل. أنا مثلا هقول لك io telefono a mia sorella، أنا بتصل على أختي، ففعل الاتصال هنا احتاج لوساطة لإيصال المعنى، وآخر شخص اللي وصل لفعل الاتصال كان أختي. فالفعل ما وصلش بشكل دايركت لأختي بل احتاج لوساطة، فبالتالي هو برونومي indiretto. طيب خليك فاكر ان احنا الاتنين دول عندي في البرونومي ديريتو لو لا لي لي، هنا في اختلاف شوية، لي مفرد مؤنث لي مفرد مذكر، في الحالتين الجمع بيكونوا لي. المرة الجاية ان شاء الله هنعمل شوية تمرينات مع بعض وهنفهمها بشكل تفصيلي اكتر مع تطبيقات من الافلام وبشوية جمل، بس انا اهم حاجة عندي دلوقتي تذاكر المقطع دوت كويس جدا. دلوقتي هسيبك مع جملة وعايزك تقولي فيها فين المفعول به complemento diretto والcomplemento di termine. Io spiego la lezione agli studenti. اشوفكم المرة الجاية، سلام عليكم.